غصب عني كنت بخضها. طب هعمل ايه لما تكون صاحبتي الوحيدة بتخاف من أقل حاجة، وأنا أبقى غاوية أفلام رعب وقصص رعب؟ بيبقى الإغراء قوي جدا. أنا كان مزاجي عندي اخترع لها خضات جديدة، والموضوع كان سهل لأنها كانت بتبات كتير معانا في البيت. مع الوقت الخضات بقت أخطر وأعنف. طبيعي كل حاجة لازم تتطور مع الوقت، بس هي ما بطلتش تخاف زي ما أنا كنت متوقعة. لأ، دي بقت بتخاف أكتر. الفترة الأخيرة كانت على طول سرحانة، مش بتتكلم كتير، أكلها قل قوي، شكلها بقى غريب من قلة النوم. لغاية ما في مرة وأنا بهزر معاها وخضتها خضة خفيفة، بس كأنها كانت القشة الأخيرة. مرة واحدة صرخت فيا: بلاش تخضيني تاني. بلاش تخضيني تاني. أنا سكت لأن الموضوع المرة دي كان بجد مش هزار زي كل مرة، وهي انفجرت في العياط وبدأت تحكي وهي بتعيط. كل مرة بتخضيني فيها بحس قلبي هيقف. كنت انتي بتتفرجي عليا وتضحكي، وانا من جوايا بعمل مجهود عشان اعرف اسيطر على دقات قلبي واعصابي، وانا ماسكة نفسي اني اقع قدامك ورجلي ما تشيلنيش. مع الوقت الموضوع بقى اصعب. انا بقى يجيلي حالات غريبة وانا نايمة. مرة واحدة عينيا بتفتح وبحس اني اتكتفت، مش قادرة احرك اي حاجة في جسمي، وفي نفس الوقت مدركة لكل اللي بيحصل حواليا. بسمع أصوات غريبة طالعة مني، ببقى حاسة بشوك في كل جسمي بيوجعني، وبعدها بتشنجات مش بعرف أسيطر عليها، لدرجة إني بقيت أعمل أي حاجة عشان ما نمش تاني. لغاية آخر مرة لما غصب عني نمت في باص الجامعة، وحصل كل ده ليا قدام كل زمايلي. طبعا لما فقت كلهم كانوا واقفين بعيد عني وخايفين، وأنا عارفة إن عندهم حق. أنا بقيت لوحدي وخايفة طول الوقت، حاسة بحاجات غريبة حواليا على طول. لو سمحتي كفاية اللي عملتيه فيا، لأن انتي اللي وصلتيني لكده. لقيتها قامت وعايزة تمشي، وقفتها وحضنتها. أنا والله أكيد مش قصدي أي حاجة من اللي حصل ده، أنا كنت بهزر. وطبعا عشان أنا جريئة بزيادة وعايزة أطلعها من اللي هي فيه وأقويها، قعدت أشتم فيهم وأقولها دول مخلوقات ضعيفة ومحدش فيهم يقدر يعمل حاجة أصلا. إحنا أقوى منهم ونقدر نحرقهم. إحنا نقدر. وقلت كلام كتير قوي لحد ما اليوم عدى وكانت هديت وروحت بيتها بالليل. عيني فتحت لوحدها، جسمي كله اتكتف كأنه مربوط، شوك في جسمي كله بيوجع، وبعدها جسمي بدأ يتنفض. أنا كنت عايزة أصرخ من الوجع وعشان حد يجيلي، بس اللي كان بيطلع من بقي كلام تاني خالص، كلام أنا مش فاهماه وبصوت مش صوتي. فضلت كده فترة كبيرة لحد ما تليفوني رن. كل حاجة بدأت تهدى بالتدريج، وكان النهار طلع. أول ما عرفت أحرك إيدي مسكت التليفون بسرعة، لقيتها صاحبتي اللي بتتصل. رديت عليها وأنا بعيط وعايزة أحكي لها اللي حصل لي، بس لقيتها هي اللي بتتكلم. صباح الخير يا حبيبتي، أنا عايزة أشكرك بجد وأقولك إني بحبك قوي. أنا أول مرة من زمان أنام بجد كان امبارح، أخيرا نمت وما حصليش أي حاجة. انتي عندك حق في كل الكلام اللي قلتيه، انتي طلعتي صح بجد. أنا مبسوطة قوي إني رجعت طبيعية تاني. عارفة، أنا أصلا لما روحت امبارح أنا كنت بسمعها ومش مركزة في أي حاجة من اللي بتقولها. أنا كنت بتفرج على أوضتي، أو اللي كانت أوضتي. أنا أوضتي بقت خرابة، كل حاجة متكسرة على الأرض، المكياج والبرفانات والنضارات واللابتوب الجديد
الهدوم كلها محروقة وواقعة من الدولاب، ورق الحيطة متقطع كله كأن حد خربشه بضوافره. لغاية ما سمعتها وهي بتقولي أنا خلاص بقيت شجاعة وبعد كده أنا اللي هخضك. لقيت نفسي صرخت فيها: لأ، من فضلك ما تخضنيش تاني.